واش عمرك فكرتي أن الذئب اللي كيبان مخيف ممكن يكون من أوفى الكائنات في العالم؟ الذئب ماشي غير حيوان مفترس، راه كائن عنده نظام عائلي دقيق بزاف، كيعيش في قطيع وكل واحد فيه عنده دور محدد، كاين القائد وكاينين الآخرين اللي كيتبعوه. ولكن السر الحقيقي كاين في العلاقة بين الزوجين. الذئب ملي كيختار شريكة ديالو كيبقى معاها طول حياته، ما كيتبدلش، ما كيتخلاش، وكيعيش معاها في الخير والشر، كيصطادوا مع بعضهم، كيتقاسموا الماكلة، وحتى في التربية ديال الصغار كيعاونوا بعضهم. واللي غادي يصدمك أن الذئب يقدر يخاطر بحياته باش يحمي الشريكة ديالو. إلا كانت في خطر كيدافع عليها بلا تردد، وحتى ملي كتكون ضعيفة أو مريضة كيبقى حداها، ما كيخليهاش بوحدها. سبحان الله، وفاء نادر في حيوان كيتصور ديما شرس. حتى التواصل بينهم كيكون عن طريق العواء، بحال لغة خاصة كيعبروا بها على القرب والانتماء. والقطيع كامل كيخدم كوحدة وحدة باش يعيشوا ويصمدوا في وسط الطبيعة القاسية. ودابا ملي تسمع ذئب ما تفكرش غير في الخطر، راك كتشوف كائن فيه وفاء عجيب كيعلمنا معنى العشرة الحقيقية.